الشعر القومي السوداني أو الشعر الشعبي المنتشر في كافة أنحاء السودان في الشمال والوسط والشرق والغرب. الشعر ده متعدد الأشكال من الدوبيت للشاشاي والنم والتوي وغيرها من الأشكال المختلفة، وكمان متعدد الأغراض من الغزل للوصف للشعر الوطني للمدح والرثاء. من أشكال شعر الرثاء بنلقى في شكل خاص ومميز، وأنا أكاد أجزم إنه الشكل ده ما موجود في أي بلد من البلدان العربية التالية، والشعر ده بنسميه بالمناحات. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معاكم حسن أسامة حسن، وده برنامج النفاج نافذ للتراث والثقافة والتاريخ السوداني. المناحات هو شكل من أشكال الرثاء، لكن بيختلف في عدة نواحي. أول حاجة الشعر ده من تأليف النساء. الواحدة بتكتب الشعر ده لما يموت لها عزيز زي أبو أو أخو أو ولد أو زوج. أسلوب المناحة في السودان قريب شديد من شكل نياح النسوان في بيوت البكا. في ناس بيعتبروه تطور له، لأنه بتلقى فيه كلمات متكررة في النياح زي كلمة يا حليل، ودي بنلقاها في مناحة حليل موسى الشهيرة: يا حليل موسى الكان للرجال خوسة، حليل موسى السيف ولا حوسة. كمان بنلقى كلمات زي ووب وحيل بتتقال في النياح، زي في مناحة الوليد الضيف بتقول فيها: حليلك يا زمن هنايا، حليلك يا زمن غنايا، وكنت بقول انت لي برايا، وقع القدر خلى لي بكايا، حليلك يا هدية وحليلك يا رضية، أبكن يا بنات وقولا ووب وحية. ودائما المناحات بتذكر وتشكر في المتوفي، وتذكر صفاته زي الفروسية والرجالة والشجاعة والكرم وغيرها من الصفات الحميدة، ودي بنلقاها في كل المناحات تقريبا. زي مناحة عبد القادر الحبوب لما أخته قالت فيه: بالدور اللطام أسد الكداد الزام، هزيت البلد من اليمن للشام، سيفك للفقر قلام. وبرضه في مناحة بنونة بنت المك لما قالت في أخوها عمارة: يا جرعة عقود السم، يا مقلع بنات جعل العزاز بالجنب، الخيل عركس ما قال عداد كم، فارتاق حافل من لا سروج دم. وكمان بنلقى كتير في المناحات انه صاحبة المناحة بتطلب من بقية نساء الاهل والمنطقة انه يبكوا على المرحوم، زي في مناحة حليل موسى بتقول فيها: تبكيك الوالدة حزنان، وتبكيك الخالة رمدان، وتبكيك الناقة عطشانة، وتبكيك البقرة جعانة. برضه في مناحة عمارة والدلمك بتقول فيها: يبكنك بنات غزيرات ديس، حزنانات عليك بالوجد والتجريس. بيمتاز شعر المناحات بالأسلوب البسيط والمباشر، فهو من الناحية الفنية والبلاغية ممكن يكون أقل جودة من باقي القصائد أو من باقي الشعر، لكن العاطفة اللي فيه بتغطي على كل العيوب الفنية. وكمان لأنه القصد منه في الأساس هو التعبير عن حزن شديد جدا لفقد إنسان عزيز، ما القصد منه التباهي بالجمل والعبارات والتصاوير الفنية. لكن رغم ده كله بتلقى فيه تعابير بسيطة لكن جميلة، والتعابير دي أصلا منتشرة عندنا في ثقافتنا المحلية. تعابير زي عشا البايتات وقناع الكاشفات وستان العروض وأسد الكدالة، وبيوصفوا الفقيد بالأسد والتمساح والتور وغيرها من الأوصاف اللي بتدل على القوة والشجاعة. المناحات كثيرة جدا ومحتاجة لعملية بتاعت بحث وتوثيق وتدوين، لكن في مناحات مشهورة وتغنى بها كبار الفنانين على راسهم عبد الكريم الكابري وإبراهيم اللحو والأمين البنا. لكن الفنان عبد الكريم الكابري الله يرحمه أكتر فنان اهتم بالمناحات وتوثيقها، فعنده مناحة في ارتيقم لبوس لوياعة الفرسان، الليل بابلي، عنزة وقرون سنان. كمان غنى مناحة ما هو الفافنوس، وما هو القليد البوس، والدلمك عريس خيلا بيا عركوس. والأمين البنا غنى مناحة حليل موسى: يا حليل موسى كان الرجال خوسة، حليل موسى يا حليل موسى السيف لا حوسة. كمان في مناحة رغية محمد إمام إدريس في أخوها عبد القادر وتحبوبة بعد إعدامه من الاستعمار الإنجليزي، قالت فيها: بالدور اللطام أسد الكداد الزام، هزيت البلد من اليمن للشام، سيفك للفقر قلام. كمان إبراهيم اللحاوي تغنى بمناحة بنونة بنت المكة اللي بتقول فيها: لو واسلسل قاهرا بلا تحنيس، دراج عاطل خيلا بجن دريس، حي علي من باله باعد إبليس. وكمان في مناحة بنت مسيمس اللي بتقول فيها: الواعي مبوصوه من أمس الضحى، تورب قرون ساقو يا مقنع ولياته. كمان في مناحة في اللغة ود الخواط، ودي أنا بصراحة ما لقيت لها قصة. بيقول: يا ناظر المحطة الليلة القطر شنجاب، ما جاب اللغة اللي بيسفر الركاب، قطاع التذاكر للبعاد وقراب. وكمان في مناحة الوليد الضيف بتقول فيها: الوليد الضيف قررتنه كيف، جيبوا لي هدومه الراكدة فوق القيف، خلينا منح بالقرع والسيف، وسواد أمه الأهل في الجريف.
وغيرها كثير جدا من المناح. الموضوع بصراحة محتاج لبحث وتنقيب وتنقيح وتصحيح، لأنه المناحة الواحدة ممكن تلقاها بكم رواية، تلقاها بكم قصة مختلفة. إن شاء الله في حلقات قادمة من برنامج النفاج حنحاول نفرد مساحات لكل واحدة من المناحات دي ونوثق لها ونحاول نشرحها. المناحات جزء أصيل من شعورنا القومي ومن وجداننا السوداني، عشان كده كان اللزام علينا نتكلم عنها ونفرد لها مساحة. ودمتم في أمان الله.